إخواني أخواتي السلام عليكم. يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى على رأس المايسترو المغربي ونجم تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش. فبالإضافة للمشاكل المهنية اللي كيعيشها حكيم زياش وعلى رأسها الخروج ديالو من حسابات نادي تشيلسي الإنجليزي في هذا الموسم، كتعرض سيارة النجم المغربي الدولي حكيم زياش اللي هي من نوع الرولز رويس كولينان واللي كتبلغ القيمة ديالها حوالي 360 ألف جنيه استرليني الحادث اصطدام خطير مع سيارة أخرى من نوع فولكسفاغن بولو. هادشي وقع في العاصمة الهولندية أمستردام، وتناقلت عدة وسائل إعلامية هولندية صور هاد الحادث، وقالت بأن السيارة زياش تعرضت لضرر كبير بعد الانحراف ديالها على الطريق، وبالتالي الاصطدام بحاجز لتوقف الدراجات الهوائية. ولحسن الحظ النجم المغربي حكيم زياش لم يكن حينها في السيارة. وذكرت بعض المصادر الصحفية بأنه لم يتعرض أحد لأي إصابة في هذا الحادث. وبهذا متابعينا الكرام، يأتي هذا الحادث ليشكل ضربة ثانية لحكيم زياش الذي خرج كما سبق وقلنا من حسابات مدرب تشيلسي الجديد، كما انهارت صفقة انتقاله إلى النصر السعودي مع مطلع الصيف، وسط أنباء عن إمكانية عودته لناديه السابق أياكس، وهو الأمر اللي وضحه مدرب أياكس أمستردام، وأكد من خلاله عدم حاجة هذا النادي أيضا لخدمات حكيم زياش. وشار هذا المدرب إلى أن حكيم زياش يشكل إضافة لأي نادي يمكن أن يلعب معه، إلا أن أياكس في الفترة الحالية لا يحتاج إلى خدماته. وتروجت أيضا في الصحافة إمكانية انضمام حكيم زياش لنادي تركي أو سعودي آخر. بالنسبة للثمن ديال هذه السيارة ديال حكيم زياش، كتقدر القيمة ديالها كما سبق وقلنا ب 360 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل أكثر من 488 ألف يورو. هنا كنهضروا على حوالي 500 مليون مغربية، وهي من الماركات العالمية الشهيرة التي يعتقد بأن حكيم زياش أعارها لأحد أصدقائه أو أفراد عائلته، الشيء الذي لم تكشف عنه الشرطة الهولندية حتى الآن. خوتي العزاز، ما تنسوا دعمنا باللايكات، وإلا كنتم مازال ما مشاركينش في القناة فسأكون سعيد جدا باشتراككم معنا باش نقدروا نوصلوا بهذه القناة المغربية 100% للمستوى اللي بغينا. خليناكم على خير.